بما اننا في مطروح يبقى لازم نفطر فطار بدوي. ايه هو بقى الفطار البدوي ده؟ شوربة عدس باللية. شوربة عدس باللية، وكمان حاجة اسمها كمونية. كمونية يعني حاجات كده، ايه عمرك ما تفطرها. الكمونية دي بيجي معاها رغيفين وطبق طحينة ب 90 جنيه. شوربة العدس طبق سلطة، طبق مخلل او طماطم ورغيفين برضك 35 جنيه. دول كده العدس اللي انا يعني ايه، انا مش من عشاق العدس اوي. بسم الله. طعمه جامد. انا كأني ما كنتش باكل عدس قبل كده، اللي هي طعمها مع العدس بسم الله ما شاء الله. جامد. جامد بأمانة، والطبق ده يستحق ال 35 جنيه. أنا كنت مستكتر ال 35 جنيه اللي دفعتهم، بس هو يستحقهم بصراحة. جامد. كل ده من مطعم كوكو. ندوق بقى الايه، الكمونية. الكمونية دي بتبقى عبارة عن لحمة بصلصة، بس هو يعني بيقولوا ان هم بيعملوها بطريقة كده، وليا بيقولوا ان هم بيعملوها بطريقة مختلفة، بتبقى يعني حاجة تانية خالص. عايزين بس ما نبهدلش الدنيا. ده بيبقى شكل القطعة اللي فيها. ده شكل القطعة بحتة لحمة ومعاها حتة ايه دهنة كده، وهي اصلا بيبقى معمولة بلية كمان. بسم الله. عليها شوية ملح، عليها شوية توابل جميلة، فيها سنة سبايسي، مش حراقة قوي. بأمانة تستحق ال 95 جنيه. الكمية بتاعتها مش قليلة، خصوصا اللحمة بكام 95 جنيه. بس جامدة جامدة. يعني الفطار ده أنا بحسبكم بدوية على الفطار ده. عشان كده بسم الله ما شاء الله تلاقيهم دايسين في أي حاجة. كان معكم عبد الرحمن الجبري من أرض مطروح. مع السلامة.